الاهلي جاب صفقات ب6.5 مليون دولار. طب ما ده طبيعي، ما طبيعي يا كابتن محمود. المفارقه انت لازم تقف عندها وتفكر فيها، ان نفس الرقم ده انتوا دافعينه غرامات للمحكمه الدوليه والفيفا. انتوا دافعين 6.5 مليون دولار، والاهلي جايب صفقات ب6.5 مليون دولار. عندك مثلا صفقه امام عاشور، ما هو شارينه ب 2.7 مليون دولار. عندك وسام شارينه ب 1.6 مليون دولار. عندك جريديشار 1.5 مليون دولار. يعني الصفقات دي كلها احنا بنجيبها ندعم بيها الفرقه، مش بنحل بيها مشاكل وايقافات علينا وحظر علينا. انت السبب اصلا فيها، يعني انت كنت السبب ان المشاكل دي تحصل مع اللعيبه بتاعتك، لانك انت ما التزمتش بالوفاء بعقودك ولا التزاماتك مع اللعيبه ديت، فبالتالي حصل ايقافات عليك. كل شويه الفيفا تعمل ايقاف عليك، كل شويه المحكمه الدوليه تعمل ايقاف وحظر عليك. هل الفيفا والمحكمه الدوليه اهلاويه برضو؟ يعني رد عليا بس بهدوء كده بموضوعيه. هل دول كمان اهلاويه فواقفين في صف الاهلي ضدك؟ يا جماعه تصدير فكره ان الزمالك مظلوم وغير مدعوم، واحنا هنقفل نادي الزمالك عشان هنلعب كره خماسيه بس ونتبسط، كلام يعني دمه تقيل وما يديش المعنى المطلوب.